الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. القضية هذه يعني هي من القضايا الشائكة وثار حولها جدل طويل في هذه الأيام، والناس فيها وقعوا بين طرفي إفراط وتفريط. الذين أفرطوا أخطأوا، والذين فرطوا هم الآخرون أخطأوا. لكن هذا الأمر يعني حسبك منه أنه شرع الله جل وتعالى، وإحنا لسه بنتكلم عن الرضا بشرع الله تبارك وتعالى، وأن عدم الرضا بشرع الله هذا من أعظم محبطات الأعمال. وده موجه للنساء؟ نعم، وللرجال. ليه؟ لأن هاب الآن يا شيخ حسن أن يعني رجلا متزوجا بأختي وأراد أن يتزوج على أختي، أو متزوج بابنتي وأراد أن يتزوج على ابنتي. أحيانا الإنسان يعني يستحل لنفسه ما يحرمه على غيره. قد يكون الرجل معدلا ويتزوج ابنته شاب، ويريد هذا الشاب أن يتزوج عليها أو أن يعدل، فيكون الرجل أول المعترضين. أنت اعترضت ليه؟ يعني هو ليس عنده ما ينقصه، ربما أنه بظروفه وأحواله مهيئ للتعدد أكثر منك أنت، فلما تعترض عليه؟ وبعدين يعني حينما يقول الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. مجرد أن الإنسان يكره شيء مما أنزله الله حتى ولو طبقه، لأن الأمر ده أمر خطير جدا. حتى ولو طبقه، ممكن الإنسان يطبق الحكم الشرعي وعمله يحبط. ليه؟ لأنه طبقه على كراهة. واحنا كنا لسه بنتكلم عن الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بالشروط الثلاثة دول يحكموك، واخد بالك، ثم لا يجدوا حرج، بعد كده ويسلموا تسليما. الوجه الآخر ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يبقى مسألة التعدد دي مسألة من المسائل التي نزل بها الشرع الحكيم، ولا يسع الإنسان فيها إلا أن يستسلم وينقاد ويذعن. ومن لم يرضى بهذا الأمر ومن كره هذا الأمر فعدم رضاه وكراهته لهذا الأمر يؤذنه بحبوط عمله كله. وقد يأتي الإنسان يوم القيامة بأعمال تزن جبال الأرض، غير أنه قد تورط في كره شيء مما أنزله الله، فيكون هذا الشيء الذي لا يلتفت هو إليه يكون سبب في حبوط كل أعماله. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي مسألة التعدد. احنا نقول إن الأمر ده سواء كان التعدد أو الزواج قبل التعدد أو الطلاق، هذه المسائل لا نقول فيها يعني الوجوب المطلق أو التحريم المطلق أو كذا أو كذا. هذه الأمور الأمور الثلاثة تخضع للأحكام الشرعية الخمسة يا شيخ عبد الله، واخد بالك؟ وكل بحسب مناطقه. الأحكام الشرعية الخمسة يا شيخ هنوضحهم بس عشان ماشي. ما هنقول عندي الوجوب الذي يتحتم فعله ويأثم الإنسان بتركه، واخد بالك؟ والندب اللي هو الأمر الإباحة، واخد بال حضرتك؟ الندب اللي هو الأمر الحسن. عندنا الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة. عندنا الوجوب ده أمر متحتم عليك، لا يسعك إلا أن تستسلم أمامه، فعله واجب عليك وتركه حرام عليك، واخد بالك؟ ومسألة الندب الأمر المندوب هو ما دعا إليه الشرع دعوة غير جازمة غير لازمة، فالإنسان يثاب بفعل المندوب ولا يأثم على تركه. المباح هو الذي يستوي فيه الوجهان، لا يأثم بالترك ولا يثاب بالفعل. وعندك المكروه هذا
ما يثاب الإنسان بتركه ولا يأثم على فعله، والحرام هو ما يأثم الإنسان بفعله ويثاب على تركه. يبقى عندنا الأحكام الشرعية الخمسة التي تكتنف هذه المسائل الثلاثة. عندنا الزواج والتعدد والطلاق بتخضع للأحكام الخمسة: الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة، وكل بحسب مناطق. يعني احنا دلوقتي يا شيخ عبد الله قاعدين في المكان ده، ولما تيجي تتكلم على مسألة الزواج ابتداء، فقد يكون الزواج في شأن أحدنا واجب وفي شأن الآخر حرام. الأول إن لم يفعله يأثم، والآخر إن فعله أثم. يعني إيه اللي غير الحكم؟ المناط، الحال، حالك أنت نفسه. أنت حالك يتحتم عليك من خلاله أن تتزوج، ولو لم تفعل تأثم. غيرك وهو ممكن يكون عايش معاك في بيت واحد، ممكن يكون أخوك ابن أمك وأبوك، والزواج يكون في شأنه محرم. ليه؟ مناطه كده، حاله، الحال نفسه هو اللي بيحكم. وما يعني ينسحب على الزواج، ينسحب على التعدد، ينسحب على الطلاق. يعني قد يكون خمسة في وقت واحد. الأول التعدد في شأنه واجب، والثاني التعدد في شأنه مندوب، والثالث التعدد في شأنه مباح، الرابع التعدد في شأنه مكروه، الخامس التعدد في شأنه حرام. حرام يعني الأولاني لو ما عدتش يأثم، والأخير إن عدد يأثم. طب عايزين مثال للأول والأخير. مثال الأول والأخير: الأول رجل في سعة من الرزق وفي صحة من الجسد، واخد بال حضرتك؟ وربما أن يكون عنده يعني عذر أو قصور في الزوجة الأولى، يعني لا تشبع رغبته إشباعا كاملا، والفتن تلاحقه وتطارده من كل جانب، ويخشى عليه الوقوع في الفتنة، واخد بال حضرتك؟ الرجل عنده فحولة زائدة، الرجل عنده سعة في الرزق وعنده فحولة، واخد بالك؟ وزوجته لا تكفيه، ومن حوله الفتن تلاحقه وتطارده، ويخشى عليه الوقوع في الفتن. هنا يتحتم عليه أن يعدد، لو لم يفعل يأثم، واخد بال حضرتك؟ الأخير رجل هو على يقين إن تزوج الثانية سوف يظلمها، أو ربما أنه يظلم الزوجة الأولى، أو يعني الأمر هيعود بالظلم ويعود بالتقصير، وقد يكون عنده عجز جسدي، واخد بال حضرتك؟ الرجل عنده عجز جسدي لا يقوى على القيام بحقه الشرعي، لا يستطيع الإنفاق، عنده تقصير في النفقة وعنده عجز جسدي، ويريد أن يغامر ويخاطر في مسألة الزواج الثاني، هذا يحرم عليه ولا يحل له. في استفسار يا شيخنا بالنسبة للآية: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ممكن تبقى غالبا يعني على للنساء، موضوع التعدد خاصة. ممكن واحدة ما تكونش كره التعدد كتعدد، لكن كره اختيار الزوجة الثانية، كره عدم العدل مثلا في المعاملة، كره إحساسها بالتقصير تجاهها في الحياة. دي صورة من الصور يا شيخ حسن. احنا مش عايزين نعمل إسقاط وتنزيل للآية على جنس دون جنس. أما النهاردة اهو رجل الآن النهاردة استحللت لنفسي الربا، والشيخ عبد الله حذرني وقال لي الربا ده محرم وعواقب الربا كذا وكذا 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 وكذا، وأنا توقفت عن البيع واستمرأت الربا، واخد بال حضرتك؟ وكرهت شرع الله تبارك وتعالى الذي حرم عليه الربا. لا أنا حددت بالتعدد، قصدي في الآية دي لما تكون موجهة للمرأة فأمر التعدد في إنها كرهت التعدد كأمر من أمور الله. لا أعوذ بالله. هي لو المرأة عندها مشكلة في اختيار الزوج للزوجة الثانية، يعني شايفة إن هي يعني حتى الزوج المفروض يكون عنده نظر إنه يختار الزوجة الثانية تكون في حدود مستوى الزوجة الأولى، حتى في الالتزام في إلى آخره، وهي شافت إن ده مش متوفر، أو إحساسها إن يتم التقصير معاها في علاقتها بزوجها أو تواجده أو إلى آخره، فهي كرهة الحالة مش الحكم. يا شيخ حسن الله يرحم والديك،
احنا عايزين نوضح حاجه برضه وكلمه لاخواتنا. التفسير الخاطئ لقضيه التعدد ان مجتمعات النساء النهارده بقت تحكم على المراه النهارده اللي زوجها بيتزوج عليها انها كده مفتوح، عندها عجز في انوثتها، او عندها تقصير او قصور في الانوثه بتاعتها، ولو لم يكن الامر على هذا الحال ما تركها زوجها وراح تزوج بثانيه. حتى الواحده فوق تروح يا بنت، وروح يا بنت اللي جوزك سابك وراح اتجوز عليكي، سابك واتجوز عليكي يعني انت عندك ايه؟ عندك نقص في انوثتك، يعني لا تصلح ان انت تكون امراه. فدي بقى ثقافه مجتمع. لكن الامر النهارده لو اخذوه النهارده من باب ان ده شرع ربنا سبحانه وتعالى وهذا حق الرجل، احقه يا اخي. انا اخشى، انا لا ابرر له الحرام، لكنه لو وقع في الحرام والله وبالله وتالله لن تسلم هي من المشاركه في هذا الجرم. يعني لو وقع في الحرام بسبب صنيع هذه المراه فانا لا اقول انه سينجو او يسلم من الحرمه، هو وقع في حرمه لا شك، لكنها هي شريكه، بل عليها العبء الاكبر في هذا الجرم، لانها هي التي سدت امامه باب الحلال والجاته الى طريق الحرام، وهذا من الظلم البين. فانا اقول ليس من حق المراه اذا كان الرجل قد وسع الله تعالى عليه في الرزق، والرجل صحيح الجسد، يعني جمع الله تبارك وتعالى القوتين، القوة المالية والقوة الجسدية، والرجل عنده حكمة وعنده رشد في التعامل، لأن احنا برضو كمان نهمس في آذان الرجال ونقول يعني إياك أن تكون متهورا، فإقامة البيت الأول فريضة وإقامة البيت الثاني نافلة، فإياك أن تقيم نافلة على حساب هدم الفريضة. كن يعني رجل حكيم، كن رجل عاقل، وما تشعرش زوجتك الأولى إنك أنت جايب الزوجة الثانية علشان فيه نقص في الأولى. يعني أنا عجبني بعض العقلاء لما قال لزوجته هو بيحتال حيلة علشان يعني يسوغ ويبرر لنفسه مسألة التعدد، قال لها والله العظيم أنت يعني حسن التبعل وحسن المعاشرة أنت حببتني في نساء الدنيا كلها، وأنا أتمنى إن النساء كلها يكونوا زوجات ليا بسببك أنت. لا، ما دلوقتي لو واحد قال لي كده لمراته تقول له طب ده انا هعكنن عليك واكرهك في صنف الحريم ومش هنتجوز. ما خلاص هتكرهيني في صنف الحريم، هتكرهيني برضه، خلاص نمشيك ونجيب واحده برضه ايه تحببني في صنف الحريم. يعني في الحالتين كده هيتجوز. واخد بال حضرتك؟ شيخنا طيب في جزئيه لو المراه حضرتك بتقول لو رفضت شرع ربنا عليها ذنب، طيب ما هيقولوا لك النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان سيدنا علي يتزوج على السيده فاطمه بنت ابو جهل. هذه شبهه يا شيخ حسن. سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حينما اعترض ان يتزوج سيدنا علي ابنة ابي جهل على السيده فاطمه واجمع بينهما، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تقوليش ان الرسول رفض، لا قول الرسول قال كذا. نعم. قال اما اني والله لا احل حراما ولا احرم حلالا، ولكنني اكره ان تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف رجل واحد. يبقى علة الرفض هنا مش رفض التعدد، هذا الأمر يؤذي السيدة فاطمة وينال من منزلتها ورضوان الله تعالى عليها وصلاة الله وسلامه على أبيها. فسيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترض لم يعترض من منطلق أن التعدد سيؤذي فاطمة، واخد بالك؟ لكن كان الاعتراض على أن الاختيار، خدت بال حضرتك؟ الاعتراض على الاختيار، هيبقى سيدنا علي معاه بنت الحبيب النبي أحب خلق الله إلى الله، وعايز يروح يجيب بنت أبغض خلق الله إلى الله ويجمع بينهم، ما هذا بالنصف. طب يا شيخنا يبقى المرأة الاعتراض يا شيخ
لم يكن على مبدأ التعدد، وإلا فكيف يعني استحل النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه هذا الأمر ورسخه؟ هل تعلم أن الصحابة كلهم كانوا معددين؟ يعني سيدنا الحبيب النبي خطب خطبة الوداع، واخد بالك، وكان بين يدي العدد قال لك ان حوالي 140,000 على خلاف 140 او 124 او لكن المحصلة انهم كانوا يعني يتفوقون ويزيدون على 100,000. ولم يثبت انه كان بين الصحابة رجل واحد غير معدد. اعرف رجلا اراد ان ينكل بامرأته، والرجل كان رمز، لكن حقيقة انه واقع حقيقية. واقع حقيقية. الرجل كان رمزا، وكان متزوج امرأة من عائلة نسيبة، عائلة يعني ما شاء الله عالية جدا ومستوى فوق ما تتخيل، وأراد أن يكيدها، فقال لهم هاتوا لي أسوأ امرأة في البلد أو أجوار البلد عشان أتجوزها. ليه؟ علشان بالمجتمع بتاعنا النهارده بينظر إلى أن الزوجة الثانية جاية بتقوم اعوجاج عند الزوجة الأولى. واخد بقى حضرتك؟ دي نظرة مجتمع مش واقع أصلا. أنا بقول لحضرتك أهو، لا بقول نظرة المجتمع، وهو برضه يعني تنزل مع المجتمع في هذه النظرة. فقال لك شوفوا لي أسوأ امرأة من كل الوجوه. ليه؟ علشان يقولوا إن ده هي ضرت ده هي، وفعل. وهذا من الغبن، وهذا من الظلم البين الذي يعني يحاسب عليه الرجل أمام الله تبارك وتعالى. هذا بخلاف أنه لو كان حتى رجل متزوج بامرأة يعني من مستوى أو كذا وكذا، وبدا له امرأة أرملة أو لها ظروف أو كذا وكذا، وأراد أن يعفها وأن يكفل أيتامها، واخد بالك، فهذا له شيء آخر. لكن كون إن هو بقى يعني يتدنى عن عمد وعن قصد لينال من كرامة الأولى، هذا ظلم، وأخشى أن يعني تعود العاقبة عليه. طيب إلى الآية، والقرآن يعني صريح في هذا الباب. الله تبارك وتعالى يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من طاب. أمر طاب ليه يا إخوانا؟ أنا زي كالفاكهة، فاكهة أنا طاب لي أن أشتري فاكهة وأن آكل فاكهة، طاب لي أن آكل طعم من صنف من الحلوى، واخد بال حضرتك. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لكن بالشروط والضوابط اللي احنا ذكرناها. الامر مش جهجهون زي ما بعض الزوجات اتصلوا عليا شيخ عبد الله ابو استاذ الشام، وانا سالتها سؤال، قلت لها يعني انصفي الرجل وبالله عليكي ما تفتري عليه، انت حاله معاكي بعد التعدد هو نفس الحال قبل التعدد؟ قالت لي والله العظيم هو حاله معايا اتحسن كتير بعد التعدد عما كان قبل، والراجل بدأ يعاملني بالحسنى. كان في مشاكل بينا قبل التعدد، كان الأجواء بتبقى مشحونة ومضغوطة وكذا وكذا. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قدر وعدل، الرجل يعني آب إلى رشده وعاد إلى صوابه، وما بقاش فيه مشاكل بينا وكذا وكذا. وهي نفسها بتقول لك إن أنا اللي بفتعل المشاكل بدون داعي. ليه؟ لأن الجيران كانوا بيسمعوهم قبل التعدد كل يوم التاني صراخ وصويت وضرب وكذا وكذا وكذا، واخد بالك. فهي مش عايزة تقول إن التعدد ده جه وعاد علينا بالخير، علشان هو كان قبل ما يتجوز كان بيضرب ويكسر ويزعق ويشخط وينطر، والنهارده ما بقاش فيه مشاكل، ده يبقى التعدد ده علاج. فهي من هذا الباب تقوم تفتعل المشاكل علشان برضه يظل الصراخ والتكسير. وهذا من الظلم. بالله عليكي الرجل الآن معاكي زي ما كان قبل، تقولي لا والله اتحسن كتير وبيعاملني بما يرضي الله وكذا وكذا، بس أنا مش عايزة النهاردة إن أنا
يعني اخلي اللي حواليا يلاحظوا ان السلبيات اللي كانت قائمه قبل التعدد خلاص انمحت الان. اولاد هذا ظلم، وانت كده بتتجني على شرع ربنا عشان تبرزي احكام ربنا سبحانه وتعالى امام الناس على انها تضر المجتمعات ولا تنفعها. ويا اخوانا محال والله العظيم، وهذا هو بيت القصيد، اقسم بالله محال 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 10 تريليون محال أن يشرع الله تبارك وتعالى شرعا ليست فيه مصلحة للعباد، للجنسين، للزوج وللزوجة. وأنا هقول كلمة يا شيخ عبد الله، والكلمة ده مهمة جدا. رجل كان طعن في السن وخلاص العلاقة توقفت بينه وبين زوجته، مضى عليها يعني سنة أو أكثر. وسبحان الله رب العالمين كان له أخ من أبوه شاب، والشاب ده كان متزوج ومعه أولاد. فالشاب ده مات في حادث، وزوجته تعتبر في سن أولاد أخونا اللي بنتكلم عنه ده. فصاحبنا قاعد في وسط مجموعة من أصدقائه، والبنت يبدو أنها كانت على قدر من الجمال والقبول، فكانت مرغوبة وكان بتقدم لها شباب كتير. فناس قالوا له إن دي مرات أخوك ومعاها يتامى، والعيال اللي متقدمين لها دول داخلين طمعانين في جمالها أو كذا أو كذا، وممكن يبهدلوا اليتامى معاهم، لكن أنت لو تزوجتها يعني خلاص يعني هتبقى ستر وغطا وتكفل أولاد أخوك. فالرجل على استحياء مش عايز يقول لهم يا جماعة إن الأمر ده عندي. سبحان الله رب العالمين، قدر الله. وأنا ما بقولش إن اللي عمله ده صح، لكن أنا بقول من بركات التعدد إنه قدر الله سبحانه وتعالى إنه الناس ضغطوا عليه وجابوا أبو البنت وجابوا مأذون والشهود وعقد عليها ودخل به. دخل به أحس بطاقة وقوة ورغبة توقفت عنده من سنة أو 2 أو أكثر. وربنا سبحانه وتعالى الأمشجية رجعت تاني. بالضبط كده يا شيخ عبد الله. الأمشجية رجعت تاني يا شيخ عبد الله. فسبحان الملك، يعني بعدها راح زوجته الأولى ما تعرفش، فراح يطلب زوجته الأولى. فبتتعجب، انت خلاص الأمر ده احنا نسناه وصار في طي النسيان. فوجدت قوة سبحان الله ما شفتهاش معاه من سنين. يحيي العظام وهي رميم. بالضبط. فبتسأله فقال لها ان انا حصل كذا كذا وقص عليها الخبر. فسبحان الله يعني رزقها الله تعالى برزق الثانية. وبعدين الرزق لا يأتي في الجانب لهذا بس، ده الرزق بيأتي في جوانب كتير جدا جدا. وهذا الباب من أبواب الغنى. ألم يقل الله تعالى في محكم التنزيل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وسيدنا أبو بكر يقول: أنجزوا لله ما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى. فشرع ربنا كله خير يا اخوانا والله العظيم، بس الناس تتقبل الامر ده وترضى به وتستسلم، ويعلموا ان ما شرع الله تعالى شرع الا وفيه مصلحه العباد، وحيثما كان شرع الله فثم مصلحه العباد. طب شيخنا دايما بيستشهد رب العزه تبارك وتعالى يقول في الايه الاولى: وان خفتم الا تعدلوا فواحده. تمام. الايه الثانية هي قول الله تبارك وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. لازم ما احنا ما تسوقش ليه الآية كده. ما هو كتير جدا جدا من الناس، حتى بعض المنتسبين للعلم الشرعي ما بيقرأش الآية صح، ولك يا عم ده ربنا يقول ولن تعدلوا. هو ربنا قال ولن تعدلوا؟ والله ربنا ما قال كده.
اقرأ الآية صح بقى، وما تقوليش ولن تعدلوا وتسكت، ولا تقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا وتسكت. ما تكمل الآية للآخر. ربنا بيقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. طب إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيشرح حاجة وهي خارج قدراتي وخارج الطاقة بتاعتي؟ عياذا بالله، أعوذ بالله. يبقى من العبث النهاردة إن ربنا سبحانه وتعالى يشرع الصيام ويقول لي ولن تستطيع الصيام. طب يا رب أنت اللي شرعت الصيام، إزاي تشرح حاجة وأنت أعلم بداخلة نفسي وتقول لي أنت مش هتقدر على الصيام؟ إزاي يا رب أنت تشرع الصلاة وفي نفس الوقت تقول لي ولن تستطيع أن تصلي؟ لا يا أخوانا، المسألة فيها خلط. ولو عرفنا إن كل آية من الآيتين بتتكلم على نوع معين من العدل. إحنا عندنا العدل الأولاني اسمه العدل المادي. العدل المادي ده في متناول أي إنسان في الدنيا أن يحققه. العدل المادي، والعدل المادي بيتمثل في إيه؟ بيتمثل في المبيت والنفقة. أنا هيعجزني النهاردة إن أنا أبيت هنا ليلة وبيت هنا ليلة وأنفق هنا وأنفق هنا. الأمر في المتناول ومتاح للكل. هذا هو العدل المادي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. واخد بقى حضرتك؟ ده إن خفتم ألا تعدلوا عدلا ماديا الذي هو متاح وفي مقدور ومتناول الجميع. مفيش واحد النهارده يقدر يقول أنا أعجز عن تحقيق العدل المادي. والله العظيم ما حصل، لأن تحقيق العدل المادي في متناول الجميع، لكن المتنازع فيه العدل القلبي. الآية الثانية لما ربنا قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، افتح قوسين كده، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، افتح قوسين، عدلا قلبيا ولو حرصتم على تحقيقه فلا تميلوا. عشان كده ربنا الله تبارك وتعالى وهو الذي خلقني وهو الذي يعلم طبيعة نفسي وهو الذي شرع أمر التعدد لم ينهني عن جزء من الميل، واخد بالك، ولم يحذرني منه، لكن المنهى عنه فلا تميله ايه؟ كل الميل. لانك انت مهما اجتهدت في مسألة العدل القلبي مستحيل هتحققه. العدل المطلق صفة إله مش بشر يعني. بالضبط. يعني أنا أقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو النموذج الذي ارتضاه لنا ربنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب العدل القلبي لم يحقق. وكلكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ميلا أو كان عنده ميل قلبي لأم المؤمنين عائشة، وكانت يعني بعض نسائه من حبها له كانت تتنازل عن ليلتها لمن؟ لعائشة، لما تعلم من سعادة النبي وبهجته في قرب عائشة. يبقى هنا انت بتتكلم عن العدل القلبي. العدل القلبي ده ولا سيدنا الحبيب النبي وقال اللهم هذا قسمي فيما أملك المادي فلا تؤاخذني بما لا أملك القلبي. اتحل الإشكال. الآيتين، آية العدل المادي هذا قسمي فيما أملك، حق العدل فيه، فلا تؤاخذني بما لا أملك اللي هو قلبي. وهنا يزول الإشكال. طب ايه العلاقة بين اليتامى وانكحوا ما طاب لكم من النساء في الآية؟ ورد في التفسير أن الرجل كانت تكون عنده اليتيمة في حجره يربيها، فإذا كبرت نكحها بغير صداق.
نكحها بغير صداق. فنبه القرآن على ذلك: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. واخد بالك؟ لأن هذا من الغبن وهذا من الظلم أن تتزوجها دون أن تصدقها، فأمامك من النساء الكثير والكثير. لازم نوضح للناس الصداق بس يا شيخنا. الصداق المهر. والمهر ده الأصل أن يدفع مقدما. الأصل إن المهر يدفع مقدما. إحنا النهاردة عملنا فيه مقدم ومؤخر. ليه؟ لأن النهاردة بيبقى ظروف الرجل مع الزواج والاستعداد وتجهيز الشقة والجهاز والشبكة وكذا 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 بتستنفذ كل ما معه من المال، فهو ما معاش علشان يصدقها بالمرة يعطيها الصداق بتاعها، فيقول لك خلاص نخلي ده إيه؟ نخليه مؤخر. وأنا بقول المؤخر هذا دين في عنق الرجل. وأنا بقول يا من تزوجت اتق الله في صداق امرأتك، لأنه بسبب المماطلة في الصداق قد يلقى الله تعالى العبد وهو زاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل نكح امرأة على صداق وهو لا ينوي. خد بالك من دي، حط 10,000 خط تحت كلمة وهو لا ينوي أن يؤدي إليها صداقها، لقي الله وهو زاني. يا أبو ربنا زاني. واخد بالك؟ ليه؟ ده من شروط هو بقول لحضرتك شروط صحة العقد. نعم. وهذا دين. هاب الآن إن أنا بعد ما تزوجت ربنا وسع عليا وكذا وكذا وبقى عندي مال، أنا أقول لزوجتي: اتفضلي أنت الصداق بتاعك عندي كام؟ 5000 جنيه، 10,000 جنيه، 1000 جنيه، اتفضلي علشان تبرأ ذمتي أمام الله رب العالمين. واخد بالك؟ ومن الأخطاء إن عند توزيع التركة بيتجاهلوا مؤخر الزوجة. يتجنب ده دين. مش الدين بيستخرج من التركة قبل التوزيع؟ يبقى أنت عندك هنا لازم تستخرج الآن الصداق بما أنه من أولويات الديون اللي على الرجل. واخد بالك؟ ودين إيه؟ ده دين يعني سبحان الله رب العالمين، دين مغلظ، لأنه متعلق بعرض. أيما رجل نكح امرأة على صداق وهو لا ينوي أن يؤدي إليها صداقها، لقي الله وهو زان. كل مرة عاشرها فيها كتبت عليه زانية. إذا كان لكن هي هي لا براءة. هو يبوء بإثمه وإثمها معا. فالأمر ده الناس تتفطن إليه. وأنا بقول النهاردة على الأقل خالص إذا عجز الرجل عن أن يؤدي إليها الصداق أن يستسمحها، ولو سامحته سقط. حضرتك يبقى الأمر فيه سعة. تسمحها لو ما كانش عنده المقدرة. إذن بقول لحضرتك لو عجز. طب شغلة في ساعات في التعدد مثلا واحد معاه زوجتين والزوجة الثانية واخدها لظرف معين، فتقول له أنا متنازلة عن 3 أيام، تعالى لي يوم أو 2 والباقي خليك عند زوجتك. ده شرعا يجوز. طب لو جت بعد فترة قالت له أنا عايزة بقى حقي يوم ويوم، رجعت في كلامها بعد هذا حقها. ما يقدرش يقول لها لا. هذا حقها. الراجل بيسافر في أكتر من بلد أو بيمر، فهي بتتنازل عن المبيت وعن النفقة وعن صورته يا شيخ حسن أن المرأة الزوجة الجديدة لا تجعل نفسها مع الزوجة القديمة في موقف الندية من حيث الحقوق الشرعية. يعني هي لا تطالبه أن يبيت ليلة في مقابل ليلة، واخد بال حضرتك، ولا تطالبه بالنفقة في مقابل النفقة. هي يعني رضيت منه بالقليل، خلاص. هب إن الرجل مش هيبيت عندها خالص، وأنا أعرف رجالا كذلك، واخد بال حضرتك، والأمر هذا قد تم بالتراضي. الحكم شرعا ما فيش فيه حاجة. هي قبلت، تنازلت عن حقها المادي وفي المبيت، عن السكن، هي قبلت، عن الإنفاق، هي قبلت يا مولانا. ده خلاص، هو اشترط عليها وهي قبلت الشرط. طب عشان نصيحتك للرجل اللي هو بيفكر في التعدد، نصائح ممكن تقولها له؟ يعني هو
مش كل واحد ممكن يكون عنده الرغبة في التعدد، لكن هل كل واحد عنده القدرة في إدارة البيوت بعد التعدد؟ هل معنى نجاحه في البيت الأول في إدارته إنه هينجح في إدارة البيت الثاني؟ طب لو فشل في البيت الأول هل ده معنى إنه يفشل في البيت الثاني ولا ممكن ينجح؟ النصايح بس للرجل في ده. وآخد منك يا شيخنا نصايح. شوف يا مولانا، آخد منك نصايح برضه. والله يا شيخ حسن، والله وبالله وتالله، الأمر هذا لو كان لله لهيأ الله له الأسباب ولذلل له الصعاب ولفتح له مغاليق الأبواب. احنا بنغفل دائما أمر إن يبقى فيه جانب لله، واخد بال حضرتك؟ يبقى الأمر مش مجرد قضاء وطر، قضاء شهوة بس. في واحد بياخد حاجة زي كده بقصد أن يعف امرأة عن الحرام يا شيخ. في نساء الآن والله العظيم، أنا أستحي إن أنا أتكلم في الأمر ده. بعض النساء يعني قالت أنا في ظروف صعبة جدا، صغيرة في السن وزوجها توفي في حادث مفاجئ وهي معها أولاد وقدامها مجموعة خيارات، بيتقدم لها ناس عايزين يتزوجوها، بس اللي بيتزوجها يقول لها أنا مش عايز أولادك، أنا عايزك أنت بس. طب أولادها محتاجين الرعاية، واخد بالك؟ أهل زوجها يقولوا لها لو تزوجتي هتحرمي من الدخول البيت، هتسيبي أولادك، واخد بالك؟ فهي خيارات قدامها كلها من الجور والحيف والظلم يا شيخ. وهي تقول، والله تقول بنفسها الفتن بتلاحقني وتطاردني وأنا أخشى على نفسي. تقول أنا أضعف، واخد بالك؟ يعني بالله عليك واحدة زي دي لو تقدم لها رجل واستنقذها ولا تعالي وأخذها هي وأولادها اليتامى، والرجل ربنا سبحانه وتعالى موسع عليه وهيعفها عن الحرام من جانب، وهيكفل أولادها اليتامى من جانب آخر. أنا أقسم بالله ربما أن يكون هذا العمل وحده مع يعني استقامته على دين الله، هذا العمل هو المرجح وده السبب اللي دخله الجنة. فالأمر يا شيخ مش مجرد هي رغبة في الزواج وقضاء وطر، وفي بعض الناس بياخدوها من باب إيه؟ إن هو عايز يشكل وعايز ينوع وعايز كل من الفراولة، عايز يدوق التفاح وعايز يجرب المانجا، ويقول لك هو حاكم من الظهور زي الستات والكل لون معنى ومغنى، واخد بال حضرتك؟ هي المسألة مش كده، المسألة مش كده. المسألة النهارده انك انت يعني قف مع نفسك وانت هتتزوج. انا مش هنحرم حاجة ربنا احلها. انت هتتزوج بقصد انك انت استمتاع بعلاقة وكذا وكذا، هذا امر حسن، لكن في المقابل احنا عايزين نتكلم على امر هل ربنا سبحانه وتعالى كان له جانب من الحاجة اللي انت عملتها دي؟ انت عملت حاجة لله، فالامر ده لو في شيء لله يا شيخ حسن سبحان الله هيتوج بالتوفيق، وربنا سبحانه وتعالى هو لا يصلح الزوجتين له. ألم يقل الله تعالى في شأن زكريا وأصلحنا له إيه؟ زوجة. ربنا سبحانه وتعالى يصلح زوجته يا شيخ، واخد بال حضرتك؟ وربنا يهدي له البيتين والأمور هتستقيم وتستقر معاه. فأنا بقول يعني رقم واحد أن يعني تكون لك مع نفسك وقفة، هل أنت تزوجت وفي نيتك أن يكون هذا الأمر لله، وتعفي نفسك وتعفي المرأة، تكفل اليتيم، تفتح بيت جديد، وتنتوي أن يمن الله تبارك وتعالى عليك بذرية جديدة من هذا البيت ليكونوا رجالا من حملة كتاب الله ومن المصلحين في هذا المجتمع. لكن أنا بقول برضه يكون في نوايا يعني في الزواج، نوايا طبعا استحضار النية، ما يبقاش هدف شهوة فقط أو تنوع فقط. لا 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 ما يبقاش كده، ده أمر مادي سائل، لكن في أمور باقية بالضبط كده. فالمسألة عايزة إيه؟ يعني حسابات ومراجعات. وأنا بقول مش كل واحد مهيأ للأمر ده، لا بد وأن يكون رجلا. التعدد يعني شرعه الله تعالى للرجال، ذكر، يعني عايز ذكر،
طبعا. لا مش ذكر، مش ذكر، انا بقول رجل. ذكر بالمفهوم. انا ما بقولش الذكور كثير. لا طبعا وما اقل الرجال بينهم. ذكر بالمفهوم دلوقتي اللي هو رجل. رجل يعني رجل على مستوى القرار، على مستوى الكلمة، مش بالعنف، بالحكمة. والحكمة هي يعني فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. يعني الأمر اللي يحل، واخد بال حضرتك، بالليل مفيش داعي يا سيدي للعنف فيه. الأمر اللي يحال بالحكمة مفيش داعي فيه للكمة، واخد بالك. والتعامل يحاول ويجتهد كده ان هو يقربه من بعض. وكان في البيوت من زوجات يعني صرنا يعني كأنهن اخوات، والله العظيم. انا يعني اعرف حال مش في وسط الملتزمين، مش في وسط الملتزمين، رجل لا يملك الا غرفة واحدة وتزوج، وانا برضو ما ببررش ولا اسوق. والاثنين واخد بقى حضرتك بقوا يعني انا بتكلم علاقتهم الاثنين ببعض، وانجب اولاد من هنا ومن هنا. يمكن اولاد دول بيقولوا للثانيه يا امي، واولاد دول بيقولوا للثانيه يا امي، واولاد كل واحده فيهم متعلقين بمرات ابوهم اكتر من امهم، والمساله خلاص ذابت، مفيش اي فوارق بينهم، مفيش العنصريه ولا روح الضره وما الضره والكلام ده، ولا ارتباط ما بين مساله التعدد والظلم. بمعنى قد يتزوج الرجل امراه واحده وهو ظالم لها، صح؟ في الوقت الذي يتزوج فيه غيره 4 نسوة وهو عادل بينهن، صح ولا لا؟ وأنا أعجبتني مقولة لإحدى العاقلات، امرأة غربية ليست مسلمة، قالت كلمة، هذه الكلمة يعني ينبغي أن تسطر بأحرف من ذهب. قالت: والله لأن أكون امرأة عاشرة في حياة رجل ناجح أحب إلي من أن أكون امرأة واحدة في حياة رجل فاشل. كل واحدة والطموح بتاعها، ده طموحها تبقى مع إنسان ناجح. وبعدين المجتمعات بتاعتنا يا شيخ عبد الله النهارده، هات أي واحدة إلا ما رحم ربي وعصى ممن يعني تعرضت لتجربة التعدد عليها، وقول لها ماذا لو كنت لا يعني نقل إليك إن زوجك ضبط مع امرأة في الحرام، بيرضى يا شيخ، واخد بالك، تقول لك عادي. يعني يا بنت الحلال، يقول لك جنست ولا جوزت، يا بنت الحلال، انت عارفه ان زوجك يعني له مسالك محرمه واغتفرتي له ان هو ماشي في الحرام، ولما يجي يتجوز تقوم تهيجي عليه الدنيا وتقومها ولا تقعدهاش. انا والله العظيم يا شيخ عبد الله انا بتكلم عن نفسي، انا ماجد، يعني واحد ممن اعرفه في ليله من الليالي لقيته قابلني وكان تزوج على زوجته في الاسبوع ده، فبساله يعني انت ازاي الحال وبتاع، قال لي انا مراتي الاولى سابت لي البيت وطفشت. طفشت راحت فين يا ابني؟ ما نروح نجيبها من عند اهلها، انا عارف هي منين. قال لي لا ده هي راحت عند خالها في المنصوره. فاخذني والله في الليله دي يا اخوانا، كنا في ليله البرد شديد جدا، وركبت وراها الموتوسيكل اكتر من 20 كيلو لحد ما وصلنا لها عند خالها. بكل اسف خالها لا يقرأ القرآن، مش هقول يحفظ القرآن، يقرأ القرآن في السهرات ويقرأ القرآن في الإمامة وصوته صوت الندي. فأنا قلت طالما الرجل من أهل القرآن هقول خلاص تعالى نحتكم للإيه؟ للقرآن. ورحنا قعدنا وجي خلها دخل، فالسلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له الموضوع ده احنا عايزين نحل الموضوع والست ترجع لبيتها علشان أولادها وكذا. قال لي لا. قلت له ليه؟
مش الراجل اللي ما عملش حاجه محرمه، الراجل تزوج واحنا بيننا وبينك شرع ربنا. قال لي لا لا لا، شرع ربنا ايه؟ احنا قدامنا المحاكم، زي ما المحاكم تقول. خدت بالك؟ زي ما المحاكم تحكم. قلت للاخ قوم بقى خلاص، قطعت جاهزه قول كل خطيب. قلت له انت رجل، احنا جايين متوسمين فيك انك انت رجل ممن يعني يحفظون كلام الله، ونقول لك ان القران بيقول وتستجيب. جاي بقول لك تعالى نحتكم للقران والشريعه، فتقوم تقول لي لا احنا سيبك من الشريعه، احنا قدامنا المحاكم. هذه كلمه كفريه، يعني هذا جاهل، نعذره بجهله، لكن لو قالها معتقدا والله يكفر. ما هو العذر بالجهل بقى. وقمنا مشينا يا عم الشيخ. بس انتوا بتقولوا الايه فلا وربك لا يؤمنون يا شيخ حسن، والله الذي لا رب غيره، واشهد الله انني سالتها سؤال، وكانت داخله مغطيه وشها مش منتقبه يعني، لان دي لو منتقبه وعلى مستوى النقاب عمرها ما ترد رد زي ده. قلت لها يا بنت الحلال، انت ماذا لو قيل لك ان زوجك اتضبط في شقه مع واحده؟ ده يبقى اشرف ليه. قالت لي عادي. قلت لها على الجواز؟ قالت لي كان يتمسك مع واحده في شقه وانا كنت اتسامح معاه، انما ما كانش يسيبني ويروح يتجوز. قلت لها شيل القماشه اللي على وشك دي، شيل القماشه اللي على وشك دي يا بنتي، وما تظلميش النقاب معاك، قوم امشي. فالنهارده المجتمعات يا شيخ عبد الله، لا ما هو الجاهليه. لا الناس ويبقوا عارفين ان ده والعياذ بالله ماشي في الحرام. الجاهليه الاولى صارت بين المسلمين اليوم، بقى في جاهليه اولى الا من رحم، احنا دايما بنستثني في جاهليه. يا شيخ الله يبارك لك، الجاهليه المعاصره يعني اشد خطر واعظم ضرر من الجاهليه الاولى. يا شيخ تعالى اعمل النهارده يعني مقارنات، اعقد مقارنات يا شيخ عبد الله بين ما كانت عليه الجاهليه الاولى وما صرنا اليه الان في جاهليتنا المعاصره. والله العظيم يا شيخ في امور النهارده اقسم بالملك وقعت في الجاهليه المعاصره، والله ابو لهب وابو جهل وهؤلاء والله يستحوا منها يا شيخ، يستحوا منها. فالقول الفصل في المساله يا شيخ حسن ان التعدد ليس يعني مفتوح الباب على اطلاقه، ولا مغلق الباب على اطلاقه، لكن المساله لها الضوابط الشرعيه والاصول المرعيه التي ينبغي ان يعني تتامل وتدرس. وانا قلت لحضرتك ان التعدد شانه شان الزواج، شانه شان الطلاق، بيعتري الاحكام الشرعيه الخمسه: الوجوب والندب والاباحه والكراهه والحرمه، وكل بحسب المناط بتاعه. انا ما يجيش اي واحد عايز يعدد اقول له روح عدد، واخد بال حضرتك؟ او واحد جاي يعدد واقول له ما تعددش، لا ده انا لازم ادرس الحاله بتاعته الاول، واخد بال حضرتك؟ حالته هو ولا حالته وعلاقته بزوجته؟ الحاله في المجمل بقى، حاله مجمله، واخد بال حضرتك؟ واحنا زي ما قلنا برضه يا شيخ عبد الله، اذا كان البيت الثاني هيهدم البيت الاول، لا نقول له يعني ابقى على بيتك الاول، لان البيت الاول فريضه والبيت الثاني نافله، وما تقيمش نافله وتهدم فريضه. واحنا بنقول للزوجه برضه يعني كوني عاقله. وهب الان ان الرجل تزوج، وزي ما بيقولوا وقعت الفاس في الراس، تيجي النهارده وتحطيه بين خيارين النهارده وتقولي له يا اما تطلق يا اما يعني مش عارف يا تطلقها يا تطلقني، وتحطيه بين الخيارين دول كده خلاص. تعدد الزوجات اختم بقى، ليس قفص اتهام للزوج طالما انه قد راعى الله تبارك وتعالى في تطبيق هذا التشريع يا شيخ عبد الله. خد بالك دائما وابدا المجتمعات تنظر الى الرجل الذي يعني تزوج على امرأته انه اجرم، وانه ينبغي ان يكون مكانه قفص الاتهام، وان يستجوب وان يسأل لماذا فعلت ولماذا ولماذا ولماذا. هذا من ناحية. الناحية الثانية
كما يعني أسلف الدكتور عبد الله وذكر أن التعدد هذا باب عظيم من أبواب الحلال، والحلال والحرام لهم مساحة يا حاج شريف، واخدين طريق. كل ما توسع في طريق الحلال بتضيق على طريق الحرام، والعكس بالعكس يا شيخ عبد الله. واخد بالك؟ انت فتحت باب التعدد، كل ما بتوسع في هذا الباب بتوسع معاه باب الحلال، واخد بال حضرتك؟ وكل ما توسع في باب الحلال انت بتحتل مساحة من الحرام بتاخدها تضيفها لطريق الحلال. وكل ما تضيق في باب الحلال يبقى انت في الجانب الاخر بتوسع من طريق الحرام، لان الطاقة هي الطاقة والشهوة هي الشهوة، والشهوة لابد ان يكون لها تصريف. لو لم تصرف في الشهوة في طريق الحلال عياذا بالله اخشى ان تصرف في طريق الحرام.